اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده حبايب قلبي مكملين مع بعض سلسله نواعم العيد. النهارده هنعمل ايه مع بعض؟ هنعمل الصابليه الناعم اللي هو هيبقى احلى من بتاع الايه المحلات. تمام حبايبي، انا عندي هنا هدخل على المقادير بسرعه وهقول لكم دلوقتي، بس نشيل الحاجات دي. هنا حبايب قلبي عندي نص كيلو من الزبده، نص كيلو من الزبده اللي هي بدرجه حراره الايه المطبخ. تمام. افككها شويه بس كده عشان الايه العجان. طبعا عايزه تعملي بالعجان، عايزه تعملي بالمضرب الكهرباء، اعملي زي ما انت حابه تعملي، ما فيهاش ادنى اي مشكله يعني. تمام كده. يبقى انا عندي نص كيلو، ده مقادير الكيلو، ده مقادير الكيلو. عندي نص كيلو هنا زبده، وهحط عليه هنا كوبايه ونص سكر. ماشي، كوبايه ونص سكر، وهضربهم كويس قوي زي ما قلنا في الخلاط بقى، في العجان، في اي حاجه عندك. بس ناخد خطوه خطوه كده، نقرب بس العجان لينا شويه، وده الدقيق بتاعنا. تمام حبايبي، نحط بس العجان ونبتدي هنضرب الزبده مع السكر لحد ما يبقى شكلها كريمي خالص. ماشي. افضل اضرب فيها لحد نعملها على البارد، عشان على بارد على الهادي، عشان السكر بس ما ينتش مننا. اضربه كويس قوي كده. هنزل بثلاث بيضات، بيضه بيضه. وهنزل بالفانيليا. وانزل بذرة الملح. وهلم الحواف بتاع الخليط كله وهسيبها تتجانس بقى لحد ما تتضرب كويس قوي. كده حبايبي خلاص، زي ما انتم شايفين بقى الخليط عندي كريمي زي ما انتم شايفينه كده. تمام. هفضي ده كله. حطيت كل المكونات بتاعتي. طبعا البيتي فور ما بيتحطش ليه بيكنج باودر، ولا هو ولا الصابليه. الصابليه والبيتي فور ما بيتحطش ليهم خالص بيكنج باودر. تمام. هفضي بقى الخليط بتاعي هنا. تمام. وممكن انا اريح الدنيا واحط الدقيق هنا وخلاص، واخده لفتين بحيث ان هو يتجانس وخلاص. يعني انا عايزاه، مش عايزه اعجن، انا عايزاه بس يتجانس مع بعضه الدقيق بالخليط بتاع السمنه والسكر والبيض. تمام حبايبي. هحط كيلو دقيق اهو، كيلو دقيق، وده اللي انا بستخدمه متعدد الاغراض، او للكحك والايه والبسكوت. تمام كده حبايبي. عملنا العجينه اهوت وقسمت، خدت حته منها هحط عليها بقى دي العجينه اللي هي البيضه، هحطها بقى في الثلاجه عشان تجمد شويه، عشان اعرف اشكلها. وهنا هحط فيها شويه كاكاو. انا كان عندي الكاكاو اللي هو بتاع اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللي هو نسكويك. حطيت منه شويه، ده بيخلي الطعم برده حلو قوي. هعجن بقى دي كده في قلب الايه النسكويك كده واخلصها، وبعد كده نروح بقى احطها في الثلاجه شويه، ونرجع نشكل مع بعض العجينه بتاعتنا ونشوف الشكل النهائي بتاعها هيبقى عامل ازاي. لازم احطها في الثلاجه شويه عشان العجينه بتبقى ملزقه، فالمفروض ان انا احطها في الثلاجه تتماسك شويه عشان اعرف ايه افردها. وهنرجع مع بعض ونفرد العجينه بتاعتنا. دي بقت العجينه البني اهو زي ما احنا شايفين. هي العجينه بتاعتنا حلوه وكل حاجه، بصوا معنى ذلك ان هي ما بتلزقش ولا بتشقق ولا حاجه، فكده العجينه بتاعتنا مظبوطه تمام. بس عشان افردها كويس لازم احطها في الثلاجه تتماسك شويه. كده حبايبي خلاص، شايفين العجينه عملت ازاي، بقت جامده ازاي. همسكها تاني، امشيها في ايدي كده عشان الاقيها ماشيه معايا كويس. العجينه جمدت طبعا لما حطيتها فين في الثلاجه. امسكها كده امشيها اهو، شايفين كده حبايبي. كده العجينه بتاعتي مظبوطه تماما. هفرد كيس هنا كده وهحط جزء من العجينه، نشيل ده كده دلوقتي لما نحتاج له تاني، وهحط الكيس التاني فوقيها، وابتدي بقى افرد العجينه بتاعتي كويس قوي، اخليها مفروده تماما على البلانشه بتاعتي كده، او على الرخامه او على الترابيزه، اي حاجه اهو.
وهجيب بقى الاشكال اللي انا هشكل بيها، وهجيب الصاج بتاعي اللي انا هعمله احط فيه. هعمل معاكم صاج واحد بس بحيث اوريكم الشكل اللي احنا هنشتغل بيه. كل ده يعني اخلي السمك بتاعها برده حوالي سنتي ونص كده، ما تبقاش ايه ولا سميكه قوي ولا رقيقه قوي. تمام كده السمك بتاعها تمام. كده السمك بتاعها كويس، السمك بتاعها كده حلو. بس افرد الحته دي كده ماشي كده. هشيل بقى اللي فوق ده وهجيب بقى الحاجات اللي انا هشكل بيها. بص حبيبي انا عندي اشكال دي المدوره، اي حاجه عندك اي غطا يعني مش هتفرق كتير. تمام دول هستخدمهم هنشوف دلوقتي ازاي. وعندي الشكل ده وعندي الشكل ده وعندي القلب ده، ايا كان فيهم بقى انا هستخدمه. خلونا نشتغل الاول بالشكل اللي هو الايه المدور ده. تمام تمام كده حبايبي ادي الشكل المدور. شايفين السمك بتاعها عامل ازاي؟ وهرص في الصاج، اعمل تاني وهرص هنا كده. انا بس عايزه اعمل معاكم كام شكل كده مع بعض، بحيث ان ايه يبقى انتوا عارفين هنشتغل بس ازاي، يعني عشان ما اطولش عليكم. هعمل صفين هنا وهقول لكم الصفين دول هنعملهم ازاي، او هيعملوا هيبقى شكلهم ازاي يعني. تمام العجينه بتاعتي ممتازه 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 اهو. ده بالنسبه للدايره، وزي ما قلت لكم انا هشكل بمزاجي وهشكل براحتي. تمام الفرن بتاعي بدات اشغله. الميزه حاجه بقى ان انا لو مشغوله او لو عملت العجينه وحابه اسيبها شويه، لو حتى هسيبها لتاني يوم هتفضل لتاني يوم، لان هي اصلا ما فيهاش حاجات تخمير. تمام كده فبشتغل براحتي فيها يعني. سهل بسيط وما اخدش مننا وقت، وحاجه يعني بنحارب بيها بصراحه الغلا اللي احنا عايشين فيه واللي احنا ايه شايفينه. تمام اعمل شكل تاني اللي هو ده سي مثلا اهو. عملت واحده كده كده حبايبي اهو. هعمل برده صف كده وصف كده، او انا بس هعمل معاكم عشان تشوفوا الايه الشكل او الاشكال اللي احنا هنعملها. ماشي عملنا اعمل بقى بالشكل ده برده نفس الموضوع اهو كده كده حبايبي اهو. ماشي شكلي زي ما انت عاوزه، اي تشكيل انت عايزه تشكليه شكلي بيه اهو. نعمل برده القلب اهو. هذا القلب ربنا يسعد قلوبكم جميعا كده، عشان بس ما اطولش عليكم وعشان نستغل الوقت اهو كده. انا اهو حبايبي خلاص اداه واحد قصادها واحده يعني كده. انا دي هخرم من هنا اهو ماشي، والثانيه يعني كل واحده ساده وواحده ايه مخروم اهو كده حبايبي اهو. ماشي اجي هنا برده واحده من دي وواحده من دي اهو. من هنا تسيب واحد واحده وواحده اهو. القلب نفس الموضوع اهو كده حبايبي. هشكل بقى العجينه كلها بالمره كده وارجع لكم تاني البني والابيض وكله وارجع لكم تاني حبايبي. كده خلاص خلصنا التسويه التشكيل بتاعنا، وعملنا اللي هو البني بالكاكاو، وحطيت هنا واحده لونها ابيض عشان اتاكد من التسويه. هسوي بقى السابليه بتاعنا وهخلصه تماما وبعد كده هرجع لكم تاني. كده حبايبي خلاص سوينا. شايفين السابليه بتاعنا ما شاء الله طالع عامل ازاي؟ الاضاءه مش عارفه ايه اللي في الاضاءه ده، مش عارفه بصراحه يعني. ماشي حبايبي هجمع بقى كل حاجه مع الثانيه وهلمهم كده على جنب، بحيث ان انا لما اجي اجمع وازين الايه السابليه بتاعي يبقى كل حاجه محطوطه مع بعضها. هلمهم كده على بعض وارجع لكم تاني. الحاجات الصغيره دي انا عايزاها برده، دي اللي طالعه من الايه ليه كده بقى، دي اللي طالعه من هنا مش مشكله. طبعا هو انتوا شايفين هو السابليه زي ما احنا شايفين كده، شايفين اهو هش وجميل، يعني مش قادره اقول لكم طعمه رائع كده حبايبي. هلمه كله مع بعضه وارجع لكم تاني. طيب قلبي ونبتدي بقى نزين الايه السابليه بتاعنا بطريقه سهله وبسيطه. هو السابليه هو الشوكولاته اللي انا هعملها للبيتي فور هي للسابليه، بس حاجات مختلفه. السابليه هيدخل فيه مربى ولكن البيتي فور لا. تعالوا بقى بينا هنحط السابليه على جنب كده. واول حاجه نعملها انا عايزه اسيح الشوكولاته بتاعتي عشان تبقى جاهزه معايا، واسيحها بطريقه سهله كده وبسيطه. انا جايبه الشوكولاته الخام، طبعا انا هسيح على قد ده وبعدين ارجع تاني اسيح للبيتي فور. تمام هقطع الشوكولاته بتاعتي كده واحطها في ميه تكون مغليه. تمام او هصب عليها ميه مغليه. هقطع بس الشوكولاته الاول وبعد كده هنشوف. هجيب بس حاجه اقطعها بيها اكسرها بيها عشان ايه لا كده هتبقى صعبه شويه. تمام نطلع واحده واحده كده بالراحه ونحاول نكسرها. تمام
اقطعها حتت حتت بسيطه كده اهو، واحطها في الايه في الكيس. هخلص عشان ما اخدش من وقتكم كتير، وبعد كده اوريكم الشكل الايه النهائي. كده يا حبايبي قطعت الشوكولاته قطع صغيره اهو، ارجع احطها في الكيس تاني. تمام اهو، طريقه سهله قوي قوي قوي، ومش هتاخد مننا اي وقت، ومش هتطلع مخرزه معانا. الشكوى اللي ايه اللي الكل بيشتكي منها ان الشوكولاته بتطلع مخرزه. تمام، لا الشوكولاته هنا مش هتطلع مخرزه خالص. ماشي حبايبي اهو. هحط عليها بقى من هنا معلقه زيت كده اهو، وهغلف الكيس كله بمعلقه الزيت دي. ماشي، اقفل الكيس كده وهغلف الشوكولاته كلها بمعلقه الزيت اهو زي ما انتم شايفين. وهحط الكيس ده في كيس تاني عشان الميه عدوه الشوكولاته، يعني الميه لو جت على نقطه ميه على الشوكولاته، الشوكولاته ممكن تخرز وتبوظ. تمام، فانا هتاكد ان الكيس بتاعي محكم كويس اهو. تمام، وهحطه على جنب، وبعد كده اعمل الشوكولاته البيضاء. ماشي حبايبي، ونفس الموضوع الشوكولاته البيضاء برده هكسرها واحط عليها شويه زيت وهنسيحها وهرجع لكم برده تاني. يبقى هنا بقى اهو هحط برده هنا معلقتين زيت اهو، ونفس الموضوع. يلا نغلي الميه بقى لحد الميه بتاعتي ما تغلي. هشوف بقى انا ايه اللي هيتحشي مربى. تمام، اللي هيتحشي مربى هبتدي احط المربى عليه واجهزه لحد ما الشوكولاته بتاعتي ايه تخلص، وهنشوف مع بعض دلوقتي الشكل النهائي بتاع الصابليه بتاعنا. تمام كده حبايبي، هحطها على جنب. هنا معايا الرخام اهو، وهبتدي برده نفس الموضوع، احط هنا في النص كده المربى، وابتدي اقفل عليها اهو زي ما انتم شايفين كده. ده كل اللي احنا هنحشيه مربى. نخلصه الاول يكون الميه بتاعتنا غليت قبل ما احط فيها او قبل ما احطها على الشوكولاته. هنا حبايبي اهو، واقفل الموضوع كده زي ما انتم شايفين، واخلص الكميه كلها معاكم وارجع لكم تاني نكمل باقي التزيين بتاع الصابليه بتاعنا. مش هياخد وقت، وحاجه سريعه وحاجه موفره وحاجه جميله جدا جدا زي ما انتم شايفين حبايبي اهو. اخلص كله وارجع لكم تاني. نقرب هنا كده عشان نشوف اهو. يا حبايب قلبي انا سيحت الشوكولاته بتاعتي في ميه زي ما انتم شايفين، ميه سخنه اهو زي ما انتم شايفينها كده، ساحت وبقت يعني ممتازه. هطلعها بقى بس بعيد عن المكان اللي انا بشتغل فيه، عشان اي نقطه ميه غلط، اي نقطه ميه مش هينفع. يا حبايبي هفتح بقى الكيس، هفتح اسيب التاني في الميه. يعني انا هسيب الكيس التاني في الميه ليه؟ عشان لما اخلص من ده الاول افتح التاني. هشيل الكيس ده كده بعيد، وهبدا انشف الكيس بتاعي كويس بعيد عن اي ميه ممكن تدخل في الشوكولاته بتاعتنا. تمام، وهبتدي افضي هنا الشوكولاته. شايفين ما شاء الله زي ما انتم شايفين بالشكل ده كده. تمام اهو، نزلت الشوكولاته يعني ما شاء الله عليها، مش محتاجه ان انا حتى احط ولا ميكرويف ولا حاجه، لا هي كده على طول واتعملت معانا بالشكل ده. تمام، طب انا هاخد منها شويه احطهم هنا في الكيس الصغير ده، معلقه واحده بس كده عشان هحتاجها في الشغل بتاعي. هنا حبايبي الشويه اللي انا عملتهم هنا دول تمام، هحط بس النص كده هنا شوكولاته كده. تمام، هصفيها كويس واحطها على الكيس برده اللي انا عاملاه ده. تمام، كله هعمله بالشكل ده، يبقى جزء شوكولاته كده منه. ماشي، هخلص الكميه كلها بالشكل ده وارجع لكم تاني. هعمل الكميه البيضاء الاول، وبعدين هنعمل الكميه اللي هي الشوكولاته الدارك. تمام اهو، هخلص كده وارجع لكم تاني اخلص الكميه كلها كده. حبايبي انا خلصت اللي هو الابيض زي ما انتم شايفين كده، وهبتدي بقى حطيته في الشوكولاته البيضاء، وابتدي احط عليه بقى حاجات كده خفيفه من على الوش، بحيث ان انا اغرقه شوكولاته، يبقى غرقان شوكولاته كده. حبايبي بقى على كله كده همشي حاجات عشوائي كده اهو، حاجات عشوائيه كده اهو. الابيض هحط عليه بني كده، والبني هحط عليه ابيض كده. هاجي بقى على اللي انا مش حاطه عليه شوكولاته خالص ده، اللي هم مش بيحبوا الشوكولاته قوي، هحط على كده، يعني اكتر عليه الشوكولاته شويه. تمام، ده كده اهو زي ما انتم شايفين. وخلصت الطبقه دي، هعمل الطبقه اللي فوق بقى اللي هي البني اللي انا هقفله بالبني. تمام حبايبي كده خلصنا المجموعه دي. افتح كيس وهحطه برده لما ده يتشمع كده شويه، واعمل بقى البني بتاعي. خلاص عملنا الابيض وعملنا ده، وبكده يبقى خلصنا الصابليه بتاعنا. انا عملته بطريقه بسيطه قوي قوي قوي، يعني ولا مكلفه ولا بتاخد مجهود ولا وقت ولا حاجه خالص. يبقى عملنا هنا البني وعملنا هنا الابيض زي ما انتم شايفين كده. ده خلاص بدا ينشف اهو زي ما انتم شايفين. هاجي اطلع بقى القطعه دي كده اهو، شايفين؟ وطلعه يعني ما شاء الله ما شاء الله، روعه روعه روعه. تمام، دي كده اللي هي خلاص اللي انا عملته بدا كله اهو بشيله بكل سهوله من على الكيس اهو بعد ما نشف زي ما انتم شايفين كده حبايب قلبي. تمام، في لسه دي فيها شوكولاته مفيش مشكله، هسيبه لما ينشف خالص، وبعد كده ارصه بقى في طبق التقديم اللي هتشوفوه معايا ان شاء الله رب العالمين.